أوجد لنفسك مكانا في القمة، ففي القاع ازدحام شديد. الزمن لا يغير أحدا، الزمن يكشف كل إنسان على حقيقته. قمة الثقة أن تصمت عندما يستهزئ بك الآخرون، لأنك تعرف من أنت ومن هم. لا تندم على وقت ضاع من عمرك في تجربة تعلمت منها درسا مفيدا، فهذا أفضل من أن تندم على ضياع عمرك كله دون أن تتعلم شيئا. لا تحرص على اكتشاف الآخرين أكثر من اللازم، الأفضل أن تكتفي بالخير الذي يظهرونه في وجهك دائما، واترك الخفايا لرب العباد. الأخلاق هي تاج الأحاديث بين الناس، فلا تترك شيئا في قلبك ضد أحد. اصفح وسامح وتجاهل وأحسن الظن، كن بأخلاقك أنت الأجمل. كلام الناس كالصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت قدميك فتعلو وتنتصر. الضيق الذي تمر به الآن ما هو إلا رسالة لفرج قد اقترب، فاصبر وقل يا رب. لا تسمح لأحد أن يعاملك بمشاعر مؤقتة ترتبط بمزاجه، يقترب منك حين يحتاجك ويغيب عنك حين تحتاج إليه. فالمشاعر الصادقة ليست أثوابا نرتديها ونلقي كما نشاء. يقول أحد الحكماء: الإنسان الذي يعيش في حياة خالية من الصعاب والتحديات فهو إنسان ميت بالفعل. هناك الكثير من الكلمات السلبية المسمومة التي قد تقال لك، فلا تجعلها تؤثر على نفسك، وثق بالله وبنفسك. لا تكن كالزجاج إذا رماك أحدهم بحجر صغير كسرت بسهولة. الحياة مثل درجات السلم، لا تستطيع أن تصل للدرجة الأخيرة بدون أن تمر بالدرجة الأولى. اجعل مبدأك في الحياة الابتعاد عن كل من لا يقدر وجودك ويخطئ بحقك. ما فائدة الحياة بدون هدف تسعى إليه؟ يكمن جمال الحياة في صعوبتها وتحدياتها، فاغتنم هذا الجمال لتصل إلى هدفك. أحيانا يحتاج الإنسان إلى الابتعاد عن الناس، ليس كرها أو حقدا، وإنما راحة من كلامهم السلبي. أصعب شعور على الإنسان هو أن يشعر بالوحدة بالرغم من كثرة المقربين حوله. كل ما نعتقد أنه صعب فهو سهل على الله، وما نظن أنه كبير هو صغير لله، وما نظن أنه مستحيل هو سهل على الله. أقصد بابه وثق به وتوكل عليه. يشعر الإنسان أحيانا أن مصيبته لم يمر بها أحد غيره، ولكنه إذا تمعن في حياة الناس حوله سيحمد ربه حتى الممات. لا تحاولوا إخفاء الحقيقة، فقد أقسم الله بأن الكاذب مفضوح ومكشوف أمره، ولو بعد حين، فافضل جهازا لكشف الكذب هو الأيام، فالكذب حبله قصير وإن طال، والصدق حبله مديد لا ينتهي. السعادة لا تكمن في إسعاد نفسك فقط، بل قمة السعادة تكون في إسعاد من حولك. الصمت حكمة، جميل أن تصمت في بعض المواقف، فالندم على الصمت أهون من الندم على الكلام. الشخص المتفائل هو الذي لا يتأثر بالرياح ويبقى ثابتا صلبا، أما المتشائم فستحطمه الرياح. الحياة قصيرة جدا، فلا تملأها بالحقد والكراهية وخصام الآخرين. مدعي المثالية الزائفة أشد خطرا من الشخص الكاذب، فالزيف مثل المنافق، يظهر ما يخفيه عن الناس، متلون خبيث لئيم. أعقل الناس هو من يدرك أن الأوقات الصعبة ستنتهي لا محالة. إدراك وجود النعمة بحد ذاته نعمة الله، لا يجعلنا ممن ينفضله وينشغل عما يملكه بما لا يملكه. لا يؤذينا بعمق إلا من أحببناهم بصدق، ليس لأننا مغفلين، ولكن لأننا أسكناهم في أماكن ضعفنا. تذكر أن الفجر يأتي بعد الليل الطويل، فالفرج سيأتي لا محالة. من اعتاد أن يوزع الورد سيبقى شيء من العطر بيده،
فما دمت تفعل الخير سيصلك أثره. إذا كانت بصمة إصبعك تثبت هويتك الشخصية، فبصمة لسانك تثبت حصاد تربيتك ورقي أخلاقك، فاجعل من نفسك أثرا جميلا يطبع في نفوس البشر. الاهتمام بداية التعلق، الغيرة بداية الحب، الصداقة بداية الاكتفاء، الإهمال بداية الخيانة، الابتعاد بداية الكره. كن واعيا لما يحدث حولك. أقسى أنواع الفراق هو ذلك الفراق المغلف بالغموض، هو في الحقيقة رحيل ظالم لا يمنحك الدفاع عن نفسك أو حق معرفة أخطائك. لا تحكي جراحك للناس حتى لا تكون أنت وآلامك قصة للترفيه وأحاديث الآخرين، لأن بعض البشر يتراقصون على أنغام الجراح. الصدمة قد تفعل بك شيئين، أما أن تدمرك أو تصنع منك شخصا أقوى يصعب انهزامه. عندما يتراكم على قلبك كل شيء وتجد أنك غير قادر على فعل شيء، اعتزل الناس واجعل قلبك مع الله وسيصلح الله لك كل شيء. قد تفقد أشياء جميلة وتقول لا تعوض، وقد تفاجأ بأشياء أجمل تنسيك ما لا يعوض. خزائن الله لا تنفذ، فكن واثقا بالله. الإهمال لا يأتي إلا من اثنين، إما شخص لديه بديل أو شخص لا يريدك أساسا، فعليك أن تعلم أن الظروف بريئة. مخطئ من قال أن التجاهل يجذب الأنثى ويزيد تعلقها بك، فأكثر ما تحتقر المرأة هو التجاهل. من السهل التسامح، لكن النسيان وعودة الثقة مرة أخرى هو الجزء الأصعب. حين يرزقك الله الرضا لن تهزمك دنيا ولن تغلبك أوجاع، ستجتاز الحياة بإذن الله بطمأنينة وأمان. قل دائما اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. التفكير هو حركة الشك، والعمل هو ثبات اليقين. الإيمان هو قوة الثبات والدفع والإصرار على تحقيق اليقين. قد تقصر الحياة وقد تطول، فكل شيء مرهون بالطريقة التي نحيا بها. قد تنسى من شاركك الضحك، لكنك لن تنسى من شاركك البكاء. القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت. البعيد قريب إذا أحببت، والقريب بعيد إذا بغضت. كن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته. من أحب الله صدقا رأى كل شيء جميلا. ليس العار أن تسقط، ولكن العار ألا تستطيع النهوض. أقدام متعبة وضمير مستريح خير من ضمير متعب وأقدام مستريحة. تعلمت أن خسارة معركتي تعلمك كيف تربح الحرب بأسرها. أول العلم الصمت، وثانيه حسن الاستماع، وثالثه حفظه، ورابعه العمل به، وخامسه نشره. تخجل من أخطائك فهي من طبيعة البشر، ولكن اخجل إن كررتها وادعيت أنها من القدر. الصمت لا يعني دائما الرضا. تأمل الأرض صامتة وفي جوفها بركان. الأفعال صوتها أعلى وأقوى من الأقوال. القناعة نظارة إن لبستها رأيت كل شيء جميلا. من يبحث عن الخير في الناس سيجده أولا في نفسه. نصف أناقتك في كلماتك، ونصفها الآخر في أخلاقك. الحقيقة الموجعة خير 1000 مرة من الوهم مهما بلغ جماله. لذا تقلق على المستقبل، تكفيك متاعب الحاضر. السعادة لا تحتاج إلى استحالات كبيرة، أشياء صغيرة تهزنا من العمق. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما.